واخيرا وحش اوبو جديد، الاوبو فايند اكس 9 برو متاح في مصر. انا هديك الخلاصه بتاع الموبايل ده في دقيقه بعد ما بقى متاح في مصر وبيتقفل في مصر بدون ضريبه، عشان لو ناوي تشتريه تعرف كل حاجه عنه. اول حاجه التصميم بتاعه بريميوم فريم الومنيوم، والظهر ازاز بتحسه فخم قوي في الايد، مع طبقه حمايه اي بي 68 واي بي 69 اللي خلاص اوبو اعتمدتها في كل الموبايلات، يعني ميه تراب ضغط هيخش معاك حرب ومش هيهمه. اما على الشاشه فهي جايه 6 و7 بوصه 120 هرتز من نوع اموليد طبعا، والسطوع بتاعها بيعدي ال 3600 نتس، يعني التليفون هيبقى جامد جدا معاك في الشمس. نيجي الاداء صاروخ، الرام بتاعه 16 جيجا، والمعالج القوي جدا الدايمنستي 9500، والرامات بتوصل معاك ل 28 جيجا رام باستخدام الرام الافتراضي. يعني في الالعاب وفي كل حاجه هتشغلها على الالترا من غير ما الموبايل يسخن، وهيديك اعلى كواليتي. اما هنا عن جزء الكاميرات، وهي اهم حاجه في الموبايل ده. الموبايل ده بيجي بكاميرا اساسيه ب 50 ميجا، والالترا وايد برضه 50 ميجا، وكاميرا التليفوتو قويه جدا اللي جايه بقوه 200 ميجا. الزوم بتاع الموبايل بيوصل ل 120 اكس بثبات جامد جدا، والسيلفي قوي جدا جايب قوه 50 ميجا. اما على البطاريه فده مش موبايل، ده اعتبره باور بانك، لان البطاريه انا جايب قوه 7500 ملي امبير تكمل بيها يومين شغل وانت مرتاح. كمان الشاحن قوي جدا جايب قوه 80 واط، وكمان الموبايل بيشحن لاسلكي بقوه 50 واط. الصوت طبعا ستوريو، وطبعا الموبايل فيه اي ار بلس عشان تتحكم في الاجهزه كلها. كمان في خاصيه الالترا سونيك والديسبلاي اوت واليو اس بي سي. باختصار الموبايل ده واحد من اقوى الموبايلات اللي نزلت السنه دي، وليه اكتر حاجه شدتكم فيه، واستنوا فيديوهات اكتر عن الموبايل ده. سلام.